هنا وتصادفنا عبارة مهمة جدا بيقولها كتير من الناس، وهي يا ما صليت وما أخدتش حاجة. فإزاي ربنا بيقول اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا، وأنا يا ما صليت وصلاتي لم يستجبها الله؟ هنا وأقول بعض ملاحظات. طبعا اطلبوا تجدوا إن كان هذا الطلب موافقا لمشيئة الله، لازم تحطها في ذهنك دي. أصل الكتاب المقدس ما يتخدش آية واحدة والواحد يترك باقي الآيات. الكتاب بيقول تطلبون ولا تستجابون لأنكم تطلبون رديا. خلي بالكم من النقطة دي، تطلبون ولا تستجابون لأنكم تطلبون ايه؟ رديا. مش كل طلب انت بتطلبه يكون موافق لمشيئة الله او يكون لصالحك. واحد الادباء قال كلمة لطيفة، قال تصلون ولا تستجابون لأن هناك ملائكة تصلي من أجلكم إن ربنا ينجيكم من صلواتكم. يعني ياما بنت مثلا يكون عاجبها ولد هيخطبها وتصلي إن ربنا يتمم الحكاية دي، بينما ربنا عارف إنها مش هتستريح مع الولد ده على الرغم من الشيء الظاهر ليها، فهي بتصلي لأن في نظرها إن ده كويس وجايز ما يكونش كويس. انت ايه اللي عرفك؟ ربنا عارف الخفيات بطريقة انت ما بتعرفهاش. جايز انت تقدم على وظيفة وتصلي كتير والوظيفة ما تجيش، وربنا عارف انك مش هتستريح في الوظيفة دي وجايز يجهز لك وظيفة احسن منها. نحن لا نعرف ايه المفيد لينا، ربنا يعرف اكتر مننا. فلازم الحاجة اللي الواحد يطلبها تكون موافقة لمشيئة الله وموافقة لحكمة الله وحسن تدبيره. جايز تكون الحاجة مش كويسة وجايز تكون كويسة، لكن ربنا بيدور على حاجة أفضل منها. جايز تكون كويسة وربنا بيدور على حاجة إيه؟ أفضل منها. فالعبارة التي أستطيع أن أقولها لكم تعليقا على عبارة اسألوا تعطوا، أنتم تعطون ما هو خير لكم وليس ما تطلبونه بالحرف. يعني أنت بتسأل، بتقدم لربنا مشكلتك وبتقترح حلول، ربنا هيوضب لك موضوعك بس جايز بحلول أخرى، فأنت هتستجاب وتأخذ ما هو خير لك وليس بالذات ما تطلبه بالحرف. ده أنا يعني أقف أحيانا في متأملا في عمق عبارة قالها القديس باسيليوس، بيقول مريض بيطلب صحة وهو لا يعرف ما هو الصالح له، الصحة أم المرض. تقول لي ايه المبالغات بتاعت القديسين دي؟ حد ما يعرفش ايه الصالح ليه، الصحة او المرض؟ اقول لك قديس من اعظم قديس الارض، بل يكون من اعظم قديس المسيحية من اول تاريخها، القديس بولس الرسول بيقول اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا ارتفع، الى الله تضرعت 3 مرات ان يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل.
الله وجد ان المرض نافع لبولس اكتر من الصحة. جايز النفع مش من ناحية الصحة الجسدية، لكن النفع من ناحية الصحة الروحية. هذا المرض كم أعطاه من التواضع لكي لا يرتفع من فرط الإعلانات، أعطي شوكة في الجسد. ده أحيانا مرض يعطى لإنسان ينفعه أكتر من 1000 عظة، بحيث يشكر ربنا اللي اداله هذا المرض لأن نفعه أكتر من 1000 عظة. جايز تعبه جسديا، لكن مهده للوضع الروحي السليم ولأبديته أيضا. كتير مننا واحنا بنمشي في الشارع بكل قوة ونقعد في بيوتنا في كل قوة بننسى ربنا. واحد ينام له كده على فراش المرض شوية، أو يخش أوضة العناية المركزة، تبص تلاقيه ابتدى يقول يا رب. يقول له ربنا ما أنا عايزك كده، أنا جايب لك المرض ده كويس، بس مش عايز أشفيك على طول، لأن لو شفيتك على طول هتنسى كلمة يا رب. خليك قاعد شوية تاني لغاية لما الكلمة تتعمق فيك. جايز لو طال عليه المرض بدل ما يقول يا رب بس يندر ندر، يقول له عال اتقدمنا خطوة. جايز يفتش نفسه وهو على فراش المرض ويكتشف في نفسه أخطاء، ويقول يا رب أنا عارف إنك أنت زعلان مني عشان كذا أو كذا. طب حاضر ما زعلكش، أبطل دي ودي. ربنا يقول له عال أدينا اتقدمنا خطوة. أنت لا تعرف كما قال القديس باسيليوس ما هو النافع لك، الصحة أم المرض. ده جايز في مرضك تكتشف أصدقاء لك عمرك ما كنت تفكر إنهم حبايب ليك بالشكل ده. يا ما بيحصل. إحنا ساعات ما بنعرفش خيرنا من شرنا، نفعنا من ضررنا، ساعات ما بنعرفش. اطلبوا تجدوا، بس المهم انكم تطلبوا بحكمة وبما يوافق مشيئة الله. طب شوفوا، ياما قديسين طلبوا طلبات لا توافق مشيئة الله. قديسين، هتستغربوا من الكلام ده. ده انا هقول لكم ادلة ملهاش حصر كتير خالص. خدوا مثلا يوحنا الحبيب واخوه، والمسيح رايح في السكة لأن وجهه متجه نحو أورشليم، مدينة من السامرة أغلقت أبوابها في وجهه. فقال له التلميذان قل يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة. أهي طلبة. قال لهم اطلبوا تجدوا. قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. إيه الكلام اللي بتقولوه ده؟ وقديسين كبار. حد يتكلم على مستوى يوحنا الحبيب؟ ده قديس جبار. أو مثلا الجلوس عن يمينه وعن يساره، برضو قل إن واحد يجلس عن يمينك والتاني عن يسارك. قال لهم لا، برضو بتطلبوا طلب مش مظبوط. انتوا عايزين تطلبوا، اطلبوا انكم تصطبغوا بنفس الصبغة اللي انا اصطبغ بيها. اطلبوا الألم لكن ما تطلبوش العظمة. ما هو طلب برضو ما كانش مظبوط. ده مرة يونان النبي تعب بعد حكاية نينوى، فجلس حزين خارج المدينة وقال يا رب خذ نفسي لأن موتي أحسن من حياتي. ده لو ربنا طوعه وخد نفسه كان هيموت وهو متذمر وحالته تعبانة ويبقى مصيره مش تمام. ربنا يعني ما علقش على العبارة دي، قال له طب زعلان من ايه نصطلح، وساب حكاية خذ نفسي دي. خد نفسك. ده لو كل طلب احنا بنطلبه وربنا استجابه، ده ممكن نضيع نفسنا بالطلبات بتاعتنا. انا مش بقول لكم اشخاص عاديين، ده نبي اسمه يونان. طب خدوا نبي زي ابراهيم اب الاباء، لما اتاخر عليه ربنا في حكايه ان يجي له ابن، قال له يا رب فليعش اسماعيل قدامك. اهو طلب.
فربنا قال له لا، بسارة يدعى لك نسل. ابراهيم اب الاباء برضه مش عارف النافع ليه من الضرر. اوعوا تفتكروا ان احنا وصلنا الى عمق الحكمة اللي كل الطلبات اللي بنطلبها بتكون موافقة لمشيئة الله. مين قال الكلام ده؟ داوود لما اخطأ بالشبع، وبعدين كان نتيجة الخطية اتولد ولد، وبعدين الولد مرض، وداوود صام ما كلش وقعد يطلب من ربنا حياة الصبي، ومات الصبي. ده داوود النبي، مين فينا يعرف يصلي زي داوود؟ وطلب حياة الصبي، فربنا مع طلبة داوود ما استجابش، لأن لو عاش هذا الصبي كان هيبقى مشكلة. احنا ما نعرفش المستقبل ايه، امور كثيرة جدا ما نعرفش الخير ايه، عشان كده بنصلي ونقول له لتكن مشيئتك. بنطلب من ربنا طلبات، وفي نفس الطلبات بعديها نقول أبانا الذي، ونقول لتكن مشيئتك. نقول له يا رب على حسب معرفتنا المحدودة بنفتكر ان الخير في دي وبنطلب، اما انت المخبأة في كل كنوز العلم والمعرفة، انت غير المحدود في حكمتك ومعرفتك. انت اللي حكمتك فوق فهمنا وفوق استقصائنا، تعرف ما هو الخير لنا، ومش هنزعل. استجبت هنبقى مبسوطين، ما استجبتش نبقى ايه؟ مبسوطين. لكن الناس بقى اللي يقولوا انا اصلي وربنا ما يستجبش، طيب ما عدتش اخش كنيسة، ما عدتش اتناول، ما عدتش اعترف، ويقعد يهدد ربنا. جرى لك ايه يا حبيبي؟ هو انت فاكر ربنا ده يعني بتفرض عليه اوامر لابد ان يطيعها، وان ما طاعهاش تزعل منه؟ فكر ليه السبب ربنا ما استجابش الطلبة. هنشوف. ده في ناس طلبوا من المسيح طلب كان عجيب جدا، وطبعا ما رضيش يستجيب ليه. قالوا له انزل، ان كنت ابن الله انزل من على الصليب. طب ده انا لو نزلت هتبقوا تضيعوا كلكم. اهي طلبة. يقول برضو اطلبوا تجدوا، وهي طلبة غلط. حتى اللصين كانوا بيعيروه في الاول ويقولوا له انقذ نفسك وانقذنا، خلص نفسك وخلصنا. برضو ما سمعش الكلام. يقول اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا. اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا في حدود مشيئة الله الصالحة، لأن في طلبات غير صالحة. ده ساعات ناس يطلبوا خراب بيوت آخرين. هو بالاق ما جابش بالعام عشان يلعن الشعب. ده انتوا تلاقوا في بعض الكتب القديمة بقى زي دلال المزامير ودلال الدلال والكتب القديمة دي، يقول لك إذا أردت إنك أنت تنتقم من عدوك، طبعا كلام غلط من أوله، تجيب المزمور الفلاني بتاعت قاوم يا رب مقومية وحارب محاربية وشوية حاجات زي كده، ومش عارف تعمل ايه في مية وتعمل ايه في الزيت، وتصلي المزمور فيكون هلاكه بإذن الله. هلاكه بإذن الله. أو واحدة تروح لأب كاهن وتقول له فلانة تعباني أو فلان تعبني، يا ريت تدعي دعوة ربنا يخلصني منها. الطلبات بتاعت الانتقام دي ما تنفعش أبدا. ولا قوم يا رب مقومية. برضو لازم الطلبة تكون بعقل وفي حدود مشيئة الله. ساعات ناس يقولنا ويقول انتوا مش كهنوت وفي ايديكم الحل والرب، ويطلبوا طلبات ضد مشيئة الله، زيجة غير مظبوطة يطلبوها، ان احنا نجوزهم في فترات الصيام، ويقول لك في ايدك الحل والرب.
احنا عندنا الحل والربط داخل وصية ربنا مش خارج الوصية. خارج الوصية لا حل لنا ولا ربط. لو كانت حاجة جديدة الناس ما يعرفوهاش في ضوء الوصية، حتى ما كانش في وصية صريحة، يبقى في ضوء التعليم العام بتاع الكتاب. لكن واحد يقول اطلبوا تجدوا ويطلب حاجة مش معقولة. إذا أردت أن تطاع سل ما يستطاع. أو واحد يطلب طلبات معناها إنه يمشي في الطريق الواسع باستمرار، عايز كل حاجة تبقى سهلة، مش عايز يحمل الصليب في حياته. زي واحد يمشي في السكة ويتعب، يطلب من ربنا يبعت له سحابة يركبها يوصل بيها، يمشيه بالمعجزات، في كل حاجة من حياته تحصل له معجزة. كمان عبارة اطلبوا تجدوا، انت تطلب من ربنا وتعمل، مش تطلب وتنام وتكسل. يعني التلميذ يطلب من ربنا النجاح ويقول النجاح يوافق مشيئة الله، انا ما بطلبش حاجة ضد مشيئته. ايضا يوافق مشيئة الله انك انت تذاكر وانك انت تستعد، ولا يوافق مشيئة الله ان يعطيك بغير استحقاق. او واحد يصلي ويقول له يا رب ما تضبطش في الغش اللي هغشه بكره، يقول يوافق مشيئة الله ان انا ما اتفضحش، وايضا يوافق مشيئة الله انك ما تغشش. فبرضو عايز الواحد في طلبته لربنا يطلب طلبة وأعماله تتناسب مع الطلبة. مش واحد يتشعبط على ماسورة يجي يسرق بيته ويقول يا رب استر يا رب استر، ومن كل قلبه وبلجاجة وبإيمان. لازم الواحد يطلب الطلب ويعمل ما يناسب هذا الطلب، مش يطلب ولا يعمل. لأن بيقول إيمان بدون أعمال ميت. فاطلبوا تجدوا، صحيح اطلبوا ولكن اشتغلوا. قل له يا رب نجحني وذاكر، قل له يا رب وفقني في الرسالة بتاعتي واشتغل في الرسالة بتاعتك، قل له يا رب وفقني في العمل بتاعي وكن أمينا في العمل بتاعك. لكن لا تطلب ولا تعمل، وإلا تبقى بتجرب الرب إلهك وبتطلب منه حاجات ضد عدله. فمفروض انك انت تطلب من ربنا وتشتغل، لأن بيقول كثيرون يقولون لي يا رب يا رب، وبعدين يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين. فأقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين إني لا أعرفكم قط يا فاعل الاسم. هتقول يا رب يا رب وانت فاعل اثم. بيقول صراط الأشرار مكرهة للرب. انت تصلي وتطلب وتصلي من قلب طاهر. تصلي ايه؟ من قلب طاهر، لأن بيقول صلاة الأشرار مكرهة للرب. العذارى الجاهلات ما قالوا يا ربنا يا ربنا افتح لنا، قال لهم لا أعرفكم، لأنهم عايزين يخشوا الملكوت بمصابيح خالية من الزيت، والزيت يرمز للروح القدس. اطلب صحيح، ولكن اطلب بقلب طاهر، لأن صلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لكن تمشي في الخطية ومتخاصم مع ربنا وتقعد تطلب، طب ما تصطلح في الأول وبعدين تطلب. هو اطلبوا تجدوا، يعني اطلبوا وانتم متخاصمين ولا اطلبوا وانتم مصطلحين؟ مفروض تصطلحوا مع ربنا وتطلبوا. اطلب الملكوت واعمل لأجله.
اطلب الملكوت واعمل لأجله. اطلب مغفرة الخطية وتوب عن الخطية، مش بس تقول اطلبوا وتجدوا. اطلبوا دي ما لها شروط، هي رخر. اطلب قبل فوات الفرصة، ما تعملش زي العذارى الجاهلات. زي ما الكتاب قال اطلبوا تجدوا، قال كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس، وكونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. فلو كنت كامل وقديس هتطلب تلاقي السماوات اتفتحت امامك على طول. ما تاخدش آية وتسيب بقية الكتاب. اطلبوا تجدوا ده فيها آيات تانية. على الأقل اطلبوا تجدوا حط أمامها ماذا تطلب وكيف تطلب. ماذا تطلب؟ قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزدادونها. ما جايز انا بطلب وكل طلباتي عالمية ومادية وملهاش علاقة بملكوت الله وبره، وربنا يقول يا ابني اديني قلبك. اديني قلبك في الاول وبعد كده اطلب زي ما انت عايز، لكن ما فيش عمار بيني وبينك وكل يوم والتاني طلبات طلبات طلبات. جايز تطلب ولا تستجاب، لان كل ما ربنا يجيب لك حاجة عمرك ما تشكر. عمرك ايه ما تشكر. لو كنت انت كل طلب بتطلبه من ربنا بتشكر عليه، يبقى لما تطلب طلب جديد ليك دالة. قليل مننا اللي بيشكر، وغالبيتنا بنطلب، ولما تجيلنا الحاجة ننبسط ونستريح وننسى نشكر عليها. او جايز معاملاتنا مع ربنا مش لطيفة، ياما بنطلب ونندر ندرات وما نوفيهاش، فنيجي نطلب تاني ربنا يقول ما انا عارفكم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. عشان كده قال لا تهتموا بما تأكلون ولا تهتموا بما تشربون ولا تهتموا بما تلبسون، كل هذه تطلبها الأمم، لكن انتوا خلوا طلباتكم روحية. وثق إذا كان ليك طلبة روحية يبقى الطلبة الروحية دي تتفق مع مشيئة الله. عشان كده ربنا قدم لينا الصلاة الربية اللي هي صلاة نموذجية، أولها كلها حاجات خاصة بربنا. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، كلها حاجات خاصة بربنا في الأول. وبعدين الحاجات الخاصة بينا، الخبز الروحي والبعد عن التجارب وغفران الخطايا ونجينا من الشرير، بعيدة عن الأمور المادية. احنا بس نصطلح مع ربنا ونمشي معاه كويس، وبعد كده اي طلب تطلبه تلاقي خلاص ربنا مستعد يستجيب لك، لأن قلبك معاه. وساعات كمان في ناس ما بيعرفوش ربنا غير لما يحتاجوا لشيء فيطلبوا، وربنا يقول لا، ده احنا نكون علاقة في الأول، وما تكونش العلاقة بيننا وبين بعض على أساس الاحتياج والطلب. فابدأ بالمحبة نحو الله، ابدأ بالمحبة وبعدين قدم الطلب. كقاعدة المحبة تسبق الطلب، وكقاعدة المحبة تعطي دالة للطلب وتعطي استجابة للطلب، لأن المحب لا يطلب شيء ضد مشيئة الله. كيف تطلب؟ تطلب بانسحاق، تطلب بلجاجة،
تطلب بإيمان، تطلب بقلب، تطلب بحرارة، تطلب بمشيئة ربنا. وبس ناخد اطلبوا وتجدوا وننسى طريقة الطلب. ده في ناس ساعات يطلبوا من ربنا بكبرياء، يقول له يا رب انا عايز الحاجة الفلانية، وان ما جبتش انت بتهدد. طريقة الطلب بتهديد. ما تجيش الامور كده، ما تجيش الامور كده. في بعض اوقات ساعات ربنا بيسمح بفترات من التخلي الجزئي لفائدة الإنسان. التخلي الجزئي زي عذراء النشيد لما بتقول طلبت فما وجدت، دعوته فما أجابني. فترة من فترات التخلي الجزئي لفائدة روحية. علشان كده بعد ما لقت ربنا قالت أمسكته ولم أرخه. ساعات ربنا يحوجنا إن احنا نتعب وما نستجبش علشان نستفيد روحيا أو نتذكر أخطاء سابقة ونتوب عنها. كمان إذا طلبت طلب من ربنا، اعطي ربنا المدى الزمني أو الوقت المناسب الذي يستجيب فيه. ربنا هيحقق لك رغبتك لكن في الوقت الذي يراه مناسبا. وعمل كده مع إبراهيم، وعمل كده مع كتير من الآباء. احنا ساعات بنكون قلقانين من السرعة، نطلب الطلب وسرعة 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 وإلحاح وسرعة وما نفكرش ندي ربنا فرصة. ده ربنا وعد بالخلاص، ولكن لم يقدم هذا الخلاص في التجسد إلا في ملء الزمان. كل طلب تطلبه اعرف انه موجود في ذاكرة الله، والله لم ينسه ولن ينساه، وسيستجيب هذا الطلب في الوقت المناسب بمشيئته الصالحة الطوبوية. كمان لما تطلب طلب ما تحددش دائرة ضيقة لهذا الطلب. اطلب وسيب ربنا يختار لك الصورة المناسبة للطلب اللي انت عايزه. اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا. في نقطة تانية عايز اقولها في دي، وهي ربنا بيقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. طب ودي ايه اللي دخلها في الموضوع؟ انت بتطلب وعايز ربنا يعطيك، اعطي ايضا من يطلب منك. اعطي لكي تعطى، اعطي لكي تعطى. خليك حنين في طلبات الناس اللي بيطلبوها منك، عشان لما تطلب من ربنا يعاملك بنفس الحنية وأزيد شوية. لكن انت غيرك يطلب منك وما تديش، وبعدين تطلب من ربنا وعايز يديك، يقول لك بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. عشان كده في آية بتقول ايه؟ من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له. من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له. عايز ربنا يعطيك طلباتك، خليك لطيف مع الآخرين. كل شيء تقدر تعمله للناس اعمله. كل سؤال يسألوه الناس وبإمكانك انك تعمله اعمله. خليك قلب حنين وطيب ومعطاء، وخليك كريم في عطائك، وخليك مستجيب لكل صرخة، فحينما تصرخ يستجيب الرب ليك. فما تجيش تاخد اسأله وتعطى وتطبقها على نفسك في الأخذ وما تطبقهاش على نفسك في الإعطاء. ياما في ناس يطلبوا من ربنا
وبعدين يقول لهم انتوا قلبكم قاسي ما بتدوش لغيركم، فأنا برضو مش هديكم. ما ناخدش آية ونسيب بقية الآيات. الكتاب بيقدم اسألوا تعطوا على اعتبار انك انت بتسأل ربنا، بتسأل الأب السماوي. يعني برضو اسألوا تعطوا وتتحط جنبيها السؤال من تسأل لكي يعطي. مرة راحيل سألت يعقوب في طلب، قالت له اعطني نسلا وإلا فإني أموت، فشخط فيها. قال لها هل أنا مكان الله؟ ربنا هو اللي بيدي النسل. والبنون ميراث من الرب، واللي عايز يطلب يطلب من ربنا، وربنا يعطي. ساعات احنا ما نلجأش لربنا في سؤالنا غير بعد ما نجرب كل الوسائل وما تجيبش نتيجة، وبعدين آخر الخط نقول له يا رب ما فيش غيرك. زي بعضه، هو نفسه بيقول ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. يا ريت ان احنا باستمرار تكون لنا صلة بربنا، بحيث ربنا نعتبره القلب الحنين اللي نطلب منه. لأن في إنسان في مشاكله بيطلب من ذكائه ومن عقله بعيدا عن الله، وفي إنسان بيطلب من الآخرين بعيدا عن الله، وفي إنسان بيطلب من العلم والاختراعات بعيدا عن الله. لا مانع من أن نستخدم كل الطرق السليمة الطيبة، ولكن الله يكون فوق الكل وقبل الكل، وهو ده الباب اللي تقرعه يفتح لكم. لأن ربنا عنده من المحبة ما يجعله عايز يعطي للناس. وممكن ربنا يعطيك دون أن تطلب، ممكن ربنا يعطيك دون أن تطلب. زي أب بيشوف احتياجات أولاده وبيعطيهم دون أن يطلبوا، ما ينتظرش لما ابنه يقول له اديني، هات لي لبس، هات لي مصاريف، هات لي أكل، بيعطيه دون أن يطلب. لكن لما بيقول اطلبوا، علشان انت لما بترفع قلبك لله ويعطيك بتزداد العلاقة بينك وبين ربنا، تزداد الرابطة بينك وبين ربنا، يزداد الحب اللي بينك وبين ربنا نتيجة عطاياه. وهو في بقية الإصحاح اتكلم برضو عن العطاء، بيقول إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. صدقوني الخيرات التي يعطيها لنا الله دون أن نسأل أكتر بكتير جدا من الحاجات اللي بنطلبها. الله أعطاك الوجود دون أن تطلب، والله أعطاك العقل دون أن تطلب، وأعطاك مواهب كثيرة دون أن تطلب. أنا فاكر مرة اديتكم عظة عنوانها دون أن نطلب، مش وقتها. فكم بالأولى لو طلبت. المسيح بيقول للآن لم تطلبوا، اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا. أظن نكتفي بكده. اتفضل نصلي. Thank you.
فيا انت سولومون بابن بمان بركليتم في طبيعي جن يابون طولو سبشي سبي عريب انخنم بطاو ويرد من بنيوت الطايوت نار شيربس بابا باشينوتي نمن نيوتي نبسكو وسنيتكي نيمان بنوتين تيت بيف تقروه جنو اسرونو سنان ميشن رمبين مانسي نيريني كون انتب سبيو انو قاجي تيرو شالف جيم كولم توي بخريستوس ريا كنت بكان النوبيلان والخنويرين